السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بلح الشام في البيت بطريقة سهلة جدا ومبسطة جدا، وطريقته سهلة خالص. لو ماشيين على نفس الطريقة والمقادير بالظبط هيطلع معانا مظبوط جدا، مقرمش من بره وطري من جوه، وطعمه خطير بجد، احلى من بره وانضف واوفر بكتير كمان. وشكلناه على شكل مشبك، على شكل الصوابع، زي ما تحبي تعمليه. طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا وبيطلع مظبوط واحلى من بره بكتير. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعمل الشربات، عشان لما احنا نبتدي ببلح الشام يكون الشربات بارد. اهم حاجة في الشربات يكون تقيل، شربات بلح الشام يكون تقيل. يعني هنعمله ازاي؟ كوباية مية عليها كوبايتين سكر، ومش هنحط المعلقة عليها ولا نقلبه عشان ما يكرملش مننا، ونحط عليه رشة فانيليا والليمون. اول عشان نعرف ان الشربات جه مظبوط ناخد كده حبة على الرخامة كده، لو ما فردتش مننا كده وسط يبقى كده مظبوط. طب المقادير: الدقيق كوبايتين دقيق، عليهم معلقة نشا كبيرة حلوة، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا لما الدقيق يخش في قلب النشا. طب انا هنا ما قلتش المقادير وجهزتها. كوباية ونص مية عليها نص كوباية زيت، وربع معلقة نص معلقة سكر، اقل من ربع معلقة الملح، واديهم على بعض يغلوا. اول ما يغلوا انزل بكمية الدقيق حبة حبة. يبقى انا عملت ايه عشان انا ما جبتش المقادير؟ كوباية ونص مية عليها نص كوباية زيت، وحطهم مع بعض يغلوا، وعليها نص كوباية نص معلقة سكر، واقل من ربع معلقة الملح، واقلبهم مع بعض. اول ما يغلي انزل الدقيق فيه واخليها لما تعجنهم مع بعض وريحة الدقيق يطلع كده، خلاص هي كده تمام. ابقى اطلعها بره في اي حاجة عندي، واقطعها كده افردها عن بعض لحد ما يبرد. اول ما يبرد بقى اخد البيض، احط البيض عليه. كل كوباية دقيق عليها بيضتين، هستخدم بيضتين. هحط البيضة الاولى الاول، ولما ادخلها في قلب العجينة ادخل التانية. يعني انا هنزل بيضة بيضة، واحط فانيليا عشان خاطر ريحة الايه، الزفارة، ريحة البيض ما يبقاش فيه ريحة خالص. يبقى احنا عملنا ايه؟ بيضة وادخلها في الدقيق، بعد كده احط البيضة التانية، البيضة التالتة، لحد ما اوصل للبيض كله. يعني كوبايتين دقيق اخدوا 4 بيضات، كوباية دقيق هتاخد بيضتين. تمام، عشان تطلع معانا مظبوطة جدا. هنجيب عندنا بقى كيس الحلواني او الكيس او القمع اللي هو الخاص ببلح الشام، او ممكن اروح عند بتاع المستلزمات الحلواني اقول له عايز كيس البلح الشام. هاخد كميه العجينه بتاعتي وادخلها بقى، وابتدي انزلها واشكلها زي ما انا عايزه بالظبط. اكون محضره طاسه الزيت على نار بارده. بلح الشام بيحب النار تكون بارده، ما تكونش الزيت يكون سخن حامي، لا هيبوظ مني بسرعه، هيحمى على طول بسرعه وهيبقى ني. لا، انا الطاسه تبقى الزيت بارد، وانزل البلح الشام بتاعتي الصوابع، وبعد كده اعلي النار بقى ايه عليها. هقطع الكميه بتاعتي كلها اللي انا عايزاها، واهم حاجه اسيب فاصل، يعني ما احطهمش كلهم جنب بعض عشان بلح الشام بينفش، واسيب ما بينهم مسافه عشان خاطر لما ينفش بلح الشام ما يلزقش في بعض. واقلبه بقى لحد ما ياخد الايه، اللون ايه، الذهبي بتاعه. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه ولايك وشير كتير عشان توصل لكم كل وصفاتنا وفيديوهات قناه لمة العيله. بس هنقلب كويس جدا، ومن ايه ما نقفش، لا كل نفضل نقلب، نفضل نقلب فيه، عشان لو وقفنا وثبتنا عليه ممكن ياخد لون ذهبي من اتجاه واتجاه تاني لا. بس وهو كده احنا كنا عملنا الشربات زمان وبرد. عقبال ما احنا عملنا الخطوه دي نطلع منه من الزيت على طول هو سخن على الشربات يكون بارد، ونسيبه في الشربات شويه كده عشان يشرب الشربات بتاعه. بعد كده نطلع هنكمل نفس الكميه على نفس الموضوع بالظبط. طب انا حبيت اغير في الشكل بقى واعمل شكل مشبك، عملته شكل صباع طويل، وبعد كده عملته رحت جايه لفاه دوران، ورحت جايه لفاه على شكل مشبك، ونزل في النار بعد ما انا سبت النار هادت الاول. ما بين كل مره ومره لازم اسيب النار تهدى قبل ما انزل عليه، عشان لو حطيت البلح الشام وهو في نار سخنه على طول حامي هيبوظ مني ويتحرق على طول ويحمى على طول. لا، لازم النار تبقى برد، الزيت يكون برد، وبعد كده انزل بالبلح الشام بتاعي، وبعد كده اروح جايه حاطه عليه الايه، منزله الكميه بتاعتي اللي انا هعملها وهو بارد، وبعد كده اعلي النار عليه. اول ما ياخد اللون الذهبي بتاعي من بره، وطبعا كان احنا مهديين النار فهو كده استوى من جوه، اروح جايه مطلعاه في الشربات وهو بارد. يعني الشربات بارد وبلح الشام يكون سخن. بس خلصنا الكميه بتاعتها، وشكلها زي ما انت عايزه. فيه بيحطوا فيها من جوه كريمه، او تحط زنيب الشوكولاته، تاكليه زي ما هو ساده بكل الطرق بتاعته، وهو خطير وطعمه خطير جدا. كان من جوه ومن بره مقرمش خالص، ومن جوه طري جدا، طلع مظبوط جدا على نفس المقادير. استخدمنا في الميه بتاعته كوبايتين الميه، كوبايتين دقيق عليهم كوبايه ونص ميه ونص كوبايه زيت،
وعجننا العجينه، وكل كوبايه دقيق اخدت بيضتين، طلعت معايا كميه كبيره جدا واحسن واوفر من بره بكتير وانضف. ولو عجبكم الطريقه والفيديو يا ريت تدعمونا باشتراك في القناه ولايك وشير كتير عشان توصل لكم كل وصفاتنا وفيديوهاتنا. ولو حد حب اي طريقه في اي حاجه اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هتعجبكم، وجربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. والف هنا وصحه عليكم، واستنيه ارائكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم، وتقولوا لي ايه رايكم فيها، واللي يجربوا يقولوا لي ايه رايكم وانا هستناكم. فوق الجمال بتاعه، مستوي من بره ومن جوه، من جوه طري وحلو وشارب الشربات بتاعه مظبوط جدا، من بره مقرمش ومن جوه طري ومظبوط جدا وطعمه طالع مظبوط. اعمليه زي ما انت عايزه، على شكل دوائر، على شكل بلح شام بقى، كل واحد وعلى حسب ما يحب يشكل. انت في البيت اعملي اللي انت عايزاه. هستنى ارائكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو والطريقه، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله.